اليوم 23 يوليو 2014. احنا في جمعية الوفاق الإسلامية في مملكة البحرين في لقاء مع سماحة الشيخ علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية. السلام عليكم. وعليكم السلام. سعادة الشيخ. شيخ علي، كل عام وانت بخير ومبارك عليك رمضان، ومنياتنا إن شاء الله بعيد سعيد إن شاء الله للفطر. طبعا أحب أبتدي بسؤال لحضرتك لفضيلتك عن الدعوة الأخيرة اللي أثرها وزير العدل الخاصة بأنه رفع دعوة أمام القضاء البحريني يطلب إيقاف جمعية الوفاق 3 شهور، وذلك لبعض الأمور التقنية أو الفنية اللي شابت عملية التصويت في المؤتمر العام. فأبي أعرف من سعادتك الشيخ يعني أبعاد هذه القضية. في البدء أهلا وسهلا بكم في البحرين، هذه الصحيفة المنتمية إلى حزب الحرية. بمناسبة اليوم أيضا نبارك للشعب المصري ذكرى 23 يوليو، آملين إلى مصر مزيد من التقدم نحو الديمقراطية المستقرة التي تستوعب جميع أبنائها. نجل أن تكون مصر كما هي العادة نموذج إلى مزيد من التقدم العربي نحو الديمقراطية الحرية واحترام إرادة الشعوب في تشكيل واقعها. وبمناسبة شهر رمضان، يعني نحن في أواخر شهر رمضان، نبارك لك هذه المناسبة، ولكن قلوبنا تبني، فلا فرح في شهر رمضان ولا فرح في العيد، ودماء الزكية في غزة يعني تسيل أنهارا تحت صمت دولي، وكذلك الدماء الإسلامية في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي اليمن تهدر بغير حاجة إلى ذلك. إذا استندنا إلى المنطق والعقل وقدرة الشعوب المفترضة على إيجاد حلول سلمية إلى الواقع. بالنسبة إلى الدعوة التي تحدث عنها وزير العدل تجاه الوفاق معتمدة على وجود خلل بحسب قراءتي إلى المؤتمر العام لجمعية الوفاق. جمعية الوفاق قبل عقد المؤتمر وبعد عقد المؤتمر تراعي أن يتم عملها وفقا إلى النظام الأساسي لجمعية الوفاق، والنظام الأساسي أيضا المنظم للعمل السياسي في البحرين. أعتقد بأن الإجراءات كانت إجراءات صحيحة وسليمة. تفاصيل هذا سنتركها إلى التواصل بين الفنيين والمستشارين القانونيين للوفاق مع الفنيين والمستشارين في الوزارة. نأمل أن يكون هذا التواصل كافي في إيجاد إزالة اللبس الموجود. هذا ما نأمل أن يتم اتجاه ذلك. طيب، البعض كان بيتساءل الشيخ علي عن بعض الأمور في الانتخابات الأخيرة. يعني خلينا نتكلم بصراحة، المناصب القيادية في الوفاق آخر 10 سنوات كانت معظمها بتحصل في الانتخابات بالتسكين، والغريب إن جمعية الوفاق بتطرح نفسها على إنها بديل ديمقراطي وإنها بتدعو لإقامة النظام الديمقراطي. فكيف ترد على هذه الاستفسارات؟ المناصب التي تمت بالتزكية في دورتين هي انتخاب الأمين العام ونائب انتخاب الأمين العام بعد أن تم تغيير النظام في سنة 2005، لأن يكون في 3 جهات في الوفاق تكون منتخبة من المؤتمر العام. الأمين العام ونائبه يتقدمون بترشيح على ضرب النظام الرئاسي الأمريكي، وعندنا برلمان تقريبا يشكل صياغة البرلمان هو الشورى، وعندنا هيئة التحكيم لحل الخلافات الداخلية التي تنشأ والشكاوى التي تأتي على الوفاق. جرت انتخابات في الشورى بشكل مستمر، وعدد الذين ترشحوا قرابة 40 شخص، يفوز منهم 15، لأن انتخابات الشورى تجري كل 2 سنين نصفية. لعدد أعضاء شورى 30 ينتخبون 15 كل سنتين. ففي انتخابات، وجرت هذه الانتخابات في هذه الدورة أيضا ب 40 مرشح، فاز 15 مرشح، وحضر الانتخابات قرابة 1800 شخص للذهاب أصوات. لم يترشح أحد إلى الأمين العام ونائب الأمين العام، وتم فتح باب الترشيح ودعوة أعضاء الجمعية أن تتوفر فيهم الشروط مضي 4 سنوات وعمر 30 سنة فقط، وأن يكون في صدر عليه قرار داخلي من قبل الجمعية.
نحن فقط عندنا شخص واحد صدر عليه قرار داخلي بتجميد العضوية مالته لأنه يوم من الأيام تكلم بشكل سلبي على الأستاذ حسن مشيمي. ليس لدينا شخص آخر. فكل عضو في الوفاق مضى على عضوية 4 سنوات وسنه أكثر من 30 سنة يجوز له الترشح وسيكون طلبه بالترشح مقبول، ولكن هناك إحجام عن الترشح إلى أمين العام. لا تستطيع تفسيره؟ لا نستطيع أن نفرض على أحد أن يترشح، لا نستطيع أن نمنع ولا نستطيع أن نفرض عليه الترشح، ولكن أنا من جانبي دعوت سابقا وأدعو حاليا إلى الترشح على منصب الأمين العام، سواء كان المترشح في مقابلة علي سلمان أو شخص آخر. هذه من ضمن الحقوق السياسية لعضو الجمعية ولا يستطيع أحد أن يمنع، بالعكس أنا أشجع على ذلك وأدعو الإخوة إلى الترشح، الأخوة والأخوات، لأن المنصب مفتوح للرجال والنساء، وشروطه بسيطة جدا، يعني أن يكون 30 سنة ومضى على عضوية 4 سنوات في جمعية الوفاق، وسيكون طلبة مقبول 100%، وأنا أدعو وأحثهم على الترشح. طيب سؤال ثاني برضه عن تركيبة الوفاق واختياراتها في أعضائها اللي بيمثلوها في آخر مجلس النواب قبل الانسحاب منها. دور المرأة برضه شيخ علي يا ريت تكلمنا عنه، لأن أنا شايف إن المرأة يعني دورها غير بارز في الوفاق، في تشكيلة الوفاق في الاختيار الترشيح. العمل السياسي كله عمل حديث نسبيا بالبحرين، العمل السياسي العلني. العمل السري من الصعب على المرأة أن تنخرط في العمل السري وتأخذ مساحة كبيرة فيه. لذا كان مشاركة المرأة السياسية قبل 2002 مشاركة في المجتمع البحريني، مشاركة محدودة، لأن لا رجل ولا المرأة لهم عملية مشاركة سياسية. فلما اجت هذه الفترة حاولت التيارات المختلفة أن تدفع بمزيد من تنضيج المرأة إلى المشاركة في العمل السياسي، وخطت خطوات لا بأس فيها، ولكنها ليست خطوات مرضية. على سبيل المثال في الوفاق توجد يعني في الدورة الماضية 3 نساء في الوفاق، تقريبا يشكلون 30% من الأمانة العامة، وفي 3 إلى 4 نساء في الشورى يتم انتخابهم انتخاب مباشر من الجسمة، فأيضا في حدود يعني 10% من 10 إلى 15% من أعضاء الشورى، وبقية لجان الوفاق تتواجد في هذه المرة تقريبا بنفس هذه النسبة. ونأمل أن هذه النسبة ترتفع مع الأيام، وأن في الانتخابات القادمة إذا صارت أي انتخابات يعني تقوم على أساس صحيح بها تشارك فيها المعارضة، أصبح في قرار من الوفاق بأن تكون على قوائم الوفاق عدد من النساء. فنأمل أن هذا يكون يعني خطوات سريعة إلى إيجاد المرأة بدرجة أكبر في الحياة السياسية. هي الآن موجودة في كل مفاصل الوفاق، ولكن طموحنا أكبر من ذلك. شكرا. ننتقل للمحور الثاني المهم برضه الفترة اللي فاتت، وهي يعني الضجة الإعلامية اللي صارت حوالين زيارة توماس ميلانسكي نائب وزير الخارجية الأمريكي والتقائه بكم شيخ علي، وفورا صدور قرار من الخارجية البحرينية باعتباره شخص غير مرغوب وطرده من البحرين. فبرضه عايز أعرف من حضرتك رؤيتك لهذا الموضوع بالكامل. يعني من طبيعة العمل السياسي أنه يلتقي بالمجتمع ويلتقي بالمجتمع المحلي ويلتقي بالمجتمع الدولي ويعبر له عن وجهة نظره فيما يجري تحته. في ظل هذه الفترة البسيطة يعني جمعية الوفاق منذ تأسيسها وبشكل علني تلتقي بالسلك الدبلوماسي بشكل طبيعي جدا. يطلب السلك الدبلوماسي سواء كان الممثل في البحرين أو الممثل في دول المنطقة يعني من الرياض أو من غيرها يجون بطلب لقاء جمعية الوفاق، وجمعية الوفاق ترحب بهذا اللقاءات وتشرح وجهة نظرها حول تطورات الأوضاع السياسية المحلية والإقليمية وما شابه ذلك. هذا اللقاء يجي في نفس هذا السياق. وسبق ان انتوا قبل كده يعني عملتوا لقاءات؟ هذه لقاءات مستمرة من تأسيس الوفاق حتى الآن لم تنقطع، وعلى المكشوف هي لقاءات علنية ليست سرية ويعلن عنها، توضع صورة في الانستغرام، توضع صورة في المواقع الإلكترونية وينزل خبر صحفي عنها. فهذا لقاء اعتيادي من ضمن اللقاءات الاعتيادية. وبعد هذا اللقاء أيضا بالنسبة للسلك الدبلوماسي استمرت اللقاءات يعني سواء زيارتهم إلى الوفاق، السفير الفرنسي زار الوفاق في الأسبوع الذي تلا
حادث مونتسكي واللقاءات البينية بين الوفاق بين السفارة البريطانية والسفارة الأمريكية وكل السفارات التي ترغب في اللقاء فيها. نحن لا ننقطع عن أحد، لا السفارات الخليجية ولا السفارات العربية ولا السفارات السلطة الدبلوماسية المعتمد كلها ندرج بشكل علني، ونحضر دعوات الاستقبال وندعوهم إلى مناسباتنا بشكل علني ومكشوف. هذه اللقاءات ضمن هذه اللقاء. الآن الإنسان في حالة استغراب لحد هذه اللحظة كيف تقدم الحكومة على الطرف الدبلوماسي من دولة حليفة وصديقة بدون وجود يعني في تقدير مبررات منطقية. طيب شيخ علي، هل أنت مع تدوير القضية البحرينية بشكل مباشر؟ لا، أنا مع إيجاد حل للقضية البحرينية بشكل داخلي من قبل 14 فبراير. تحدثت مع الولايات الملك بشكل مباشر، عليك أن تأخذ المبادرة قبل أن تصبح الأمور خارج السيطرة. واستمريت أرسل هذه الرسائل باستمرار بأن اليوم بيدنا كبحرينيين أن نجد الحل، لا نتأخر لأن بكرة قد لا يكون بأيدينا. وهذه رسالتي كانت أمس واليوم وغدا. طيب يعني بعض التسريبات تحدثت عن انه قرار الحكومه البحرينيه بطرد نائب وزير الخارجيه تم لانه كان في صفقه معينه ولقاء هذا النائب كان بكم للضغط عليكم لرفض الصفقه اللي كانت الحكومه عرضها. فهل في اي صفقه؟ لا، اللقاء مع السيد تماس لم يتطرق الى وجود صفقات، لا صفقه امريكيين عدوها ولا صفقه الحكومه تعملها. اللقاء هو لقاء اعتيادي، سؤال عن طبيعه الحوار بين مصر الوقت الحالي شو المعوقات الموجوده، ورسالتها هي رساله بسيطه. نحن نرغب ان تلتقوا اكثر بالحكومه، تواصلوا هذا الحوار ويتحول الى حوار جدي لايجاد حل سياسي في البحرين، لان تحقيق الاستقرار في البحرين وهو هدف امريكي لا يمكن تحقيقها بغير اصلاح سياسي. هذه رساله السيد مونتسكي، واعتقد هي رساله وصلت الينا وبالتالي تدفعنا باتجاه حوار جاد، والرساله اللي وصلت الى النظام تدفع باتجاه حوار جاد. هذا اعتقد فقط هو اللي كان في لقاءنا. ماذا دار بين السيد مونتسكي والجهات الرسميه هذا لا علم به. طيب شيخ علي، هل يعني بمنتهى الصراحه انت شايف ان البحرين اصبحت دوله فاشله تحتاج لتدخل الاخرين لحل الازمه فيها؟ ام اننا لم نصل الى مرحله الفشل؟ البحرين يعني واقع فاشل ليس من حيث 3 سنوات، انما ازداد وضوح الفشل في 3 سنوات بشكل كبير. لكن احنا عندما نتكلم عن وجود رئيس وزراء غير منتخب مده 43 سنه، اعتقد ان هذا عنوان نجاح مش عنوان نجاح. لما يكون عندنا مجلس غير قادر على التشريع، وانا شاركت فيه وانا عضو هذا المجلس، غير قادر على ان تشرع، فما قيمه كونك مجلس منتخب؟ هذا عنوان فشل ليس عنوان نجاح. لما يكون عندك مجلس غير قادر على الرقابه، لذلك لم نعاقب اي وزير ولم نستجوب اي وزير ولم نفصل اي وزير لانه قصر، مع وجود الفساد الذي لا يخفى على اي احد في البحرين، يعني سرقه الاراضي، سرقه البحار، الميزانيه، الاعتماد على النفط، تاخر المشاريع الاسكانيه، تاخر الخدمات الصحيه، كلها مشاريع فساد مليان في هذا البلد وموثقه ومسجله في الوثائق الرسميه قبل ادعاءات المعارضه، ولا اجراءات حقيقيه لمواقبه هذا الفساد. يصير محاكمات في امريكا ومحاكمات في لندن ويصدر بقضايا فساد كبرى في البحرين، بينما المحاكم البحرينيه لا تحاسب احد عن فساد القوى وفساد البر وفساد كل هذه الفساد. كل هذا عناوين فشل، ما تسمي ذلك، هذا عنوان فشل كبير. ثم لما يحدث كل هذا الحراك الشعبي العارم الذي يشترك فيه اغلب شعب البحرين ويطالب بتصحيح اوضاع وترد عليه حكومته بعمليه الدبابات وترد عليه عمليه القتل وترد عليه بعمليه الفصل وعمليه الاعتقال، هذا فشل. هذا ليس نضج سياسي وليس حضاريه وليس، هذا نوع من الفشل والرجوع الى ادوات القوه المباشره بدل ادوات الحوار وبدل ادوات التفاهم. لذا مع شديد الاسف نحن نسجل فشل مزمن، وزدنا في هذا الامر في هذه ال3 سنوات بحيث ضاعفنا. فلما اجى تقرير حاول ان يجاوب الحكومه، السيد بسيوني ما حاول ان يقسو على الحكومه، ولكن قال انتم ارتكبتوا فقط تقريبا 53 انتهاك لحقوق الانسان، فقط 53 انتهاك، وعليكم تصحيح هذه الانتهاكات. وهو احنا صار فينا عليه فلوس واحنا دافعين له، ويحاول انه يجاملنا كنظام، كان يحاول يجامل النظام بقدر الامكان
ولكن ايضا يكون لكن شيء انا اعتقد معي انه كان موضوعي في موضوع ايران، يعني اذا بغينا يعني هو يحاول ان يكون اجابه للنظام، يترك فتحات للنظام من اجل تصحيح الوضع. سيد بسيوني لم يرد ان يترك تقرير حقوقي صارف ويسمي الاشياء باسمائها، قال يجب محاسبه المسؤولين، ويعرف من المسؤولين الذي يجب. كان يستطيع ان يسمي الوزير فلان وزير فلان، ولكن ترك مرونه من اجل ايجاد شو اسمه. فالتقرير احنا رحبنا بالتقرير واعتبرناه تقرير منصف ودعينا الى تنفيذه، والنظام لحد الان نفذ امور جزئيه وشكليه من التقرير ويرفض تنفيذ التوصيات الرئيسيه من المحاسبه الى يعني مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان، من اجمال مكونات البلد في الاجهزه الامنيه، يرفض هذا الموضوع، ويرفض تشكيل اللجنه الاساسيه للتنفيذ التي تتكون من جهات متوازيه من الحكومه، من المعارضه ومن المجتمع المدني. وكل هذا يرفض التنفيذ الحقيقي لتوصيات السيد بسيوني. لذا مع شديد الاسف، وهذا ليس امر يعني المعارضه تقول، المجتمع الدولي كله يشخص بان النظام فشل في معالجه الازمه، ومع شديد الاسف وجهت له نصائح ليس من البعيدين. لا نتكلم الان عن امريكا وبريطانيا والاتحاد الاوروبي والسيد بان كي مون والسيد اشتون، هذه نصائح علنيه وجهت، ليست نصائح سريه، وجهت نصائح من دول خليجيه قريبه جدا جدا بانه يجب معالجه الملف سياسيا وليس امنيا، لان الموضوع ليس امني، ولكن هناك متشددين في النظام يرفضون الحلول السياسيه المنطقيه الواقعيه ويذهبون بخيارات. علينا ان نستمر في موضوع السلطه المطلقه والممارسه القائمه بالقدر الاقصى من اجل اسكات المطالبين بالتحول الديمقراطي. اعتقد ان هذا خيار فاشل مدمر، دفع البلد يعني ثمن باهظ ولا زال يدفع نتيجه لهذا الخيار. بس لنكن منصفين شيخ علي، الا يوجد من وجهه نظر بعض المتطرفين ايضا في الجانب المعارض من يستخدم بعض اساليب العنف في التعبير عن رايه، ومما ينتج عنه ضرر كبير للاقتصاد البحريني. الميزانيه البحرينيه فيها عجز الموازنه وصل اكثر من 40%، وده رقم خطير جدا. في عدة نقاط في مثل هذا السؤال. أبدأ من عجز الميزانية. عجز الميزانية نتيجة للفشل الحكومي في توفير بدائل وفي وضع الأولويات، وهذا أيضا مع شديد الأسف في النظر الحكومي يعتبر نجاح، وسيتكلم عن نجاح الحكومة وسيتجنبون، ونحن في وضع اقتصادي مأساوي جدا، وسنتكلم عن الازدهار الاقتصادي وشيء. هي الحكومات التي تكذب على نفسها وتصدق كذبتها وتريد شيء اسمه. في موضوع العنف، واضح منذ البداية المعارضة دعت إلى الإطار السلمي فقط وفقط إلى المطالبة بالحقوق السياسية، ورفضت بشكل مطلق أي جنوح إلى العنف من أي فصيل من الفصائل، وعبرت عن أن الدم حرام سواء كان من رجل الأمن أو من المواطن، ويجب أن تحافظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة. لذا المعارضة التي تشكل 80% هي معارضة متمسكة بهذا الإطار تمسكا شديدا جدا إلى حد المبالغة، يعني إلى حد المبالغة كبيرة جدا في هذا الموضوع، حفاظا على هذا البلد وعدم الذهاب إلى خيارات. كانت البحرين مرشحة إلى خيارات اليمن وخيارات ليبيا وخيارات سوريا، ولا زال هذا التهديد قائم، والمعارضة تعمل ليلا نهار من أجل تجنب الوصول إلى هذه السيناريوهات. في المقابل النظام منذ اللحظة الأولى في 14 فبراير أطلق الرصاص بدون وجه حق وبدون حاجة حسب تقرير بسيوني، وقتل عدد من المواطنين، ثم أطلق الرصاص وبدون وجه حاجة وقتل عدد من المواطنين في 16 مارس، واستمر في ذلك أثناء تقرير بسيوني وبعد تقرير بسيوني وإلى حد هذه اللحظة. نحن كنا ولا زلنا ندعو إلى التمسك بالأطر السلمية وندين العنف من أي طرف كان، ولذا أيضا أي عنف مشاهدة من قبل المتظاهرين نخرج بإدانة إلى مطلب التمسك بالأطر السلمية. إذا أردنا الإنصاف، هذا ليس هناك من مبرر إلى وقف الحل السياسي، لأن هناك عدد من الشباب تحت ظروف معينة مارسوا إلقاء المولوتوف أو قاموا بصناعة قنبلة محلية السم. بالعكس، هذا المفروض يدفعنا إلى أن لا يتوسع هذا الإطار، ونعمل مع القوى التي تؤمن بالعمل السياسي وتؤمن بالإصلاح وتؤمن بالديمقراطية وتؤمن بالسلم إلى إيجاد حل سياسي. لكن النظام
يرفض ذلك ويصر على معاقبة العمل السياسي، يصر على اعتقال إبراهيم شريف الذي لم يدعو للعنف، والذي كان في الوقت الذي كان فيه مجموعات تطالب بإسقاط النظام كان يقول إبراهيم شريف لا، نحن نطالب بإصلاح النظام. فماذا فعل في إبراهيم شريف؟ اعتقله وكذب عليه وقال له أنت تريد تقيم حكومة ولاية فقيه، رجل ماركسي ناصري علماني يقول له أنت تريد تقيم حكومة وتستلم الخمس وهو رجل سني. تهريج ضد المعارضة السياسية. صدر قرار محكمة الشيخ ولا تعقيب على قرارات المحكمة. تهريج على القوى السياسية. أنت لا تتكلم، أنا ما أحتاج أتكلم على قرار المحكمة، أنت ما تحتاج تتكلم على المحكمة، اسمع كلمتنا في بيناي. قالت هذا اضطهاد سياسي. اسمع تقرير الأمنستي انترناشونال يوم أسود للعدالة في البحرين. اسمع تقرير هيومن رايت ووتش القضاء الظالم لمعاقبة المعارضين السياسيين. الكلام ولا كلام. اسمع كلام السيد شريف بسيوني اللي جبناه كخبير سياسي وقال هذه الأمور تحتاج إلى إعادة المحاكمات بأكملها وإطلاق سراح الناس اللي اعتقلوا للتعبير عن رأيهم، وفي مقدمتهم الرموز السياسية سعى حسن مشيمة، أستاذ عبد الوهاب، أستاذ حسن، لأنهم لم يمارسوا أي عنف في مطالبة. نأتي للمحور الثالث وهو محور يعني عايز استوضحه منك شيخ علي، لأنه في لبس ويعني في حالة من حالات الغموض. موضوع الحوار، لا دردشة، لا حوار، لا بعض الطروحات، وبعدين صدر تصريح على لسانك. أنا يعني أريد أيضا يعني استيضاحه منك عن موضوع 666 أو 3 ستات، 6 وزراء سنة، 6 وزراء شيعة، 6 من العيلة المالكة و20 ما حقيقة موضوع الحوار والدردشة، وهل هناك بالفعل ومع أي الأطراف في الدولة؟ طبعا الحال أجريت هذا المسمى في البحرين تقريبا 3 مرات رئيسية، مرة في سنة 2011 وأقول إلى 300 شخص تقريبا، واعتبر مهرجان أكثر من عنده هو حالة حوارية، مهرجان خطابي ومشاهد. ثم دعي إلى حوار آخر في سنة 2012 وحضرت الجمعيات السياسية والموالاة وشكل بشكل 8 وحضرت الحكومة ب4 تقريبا أو ما شابه ذلك، والمستقلين أيضا 8، واستمر هذا تقريبا 8 أشهر بدون الوصول إلى شيء، لأن ما كان في رغبة جادة في النظام في الوصول إلى أي حلول حقيقية ولا إجراء حوار. ثم جرى إطلاق لقاء بين ولي العهد وبين والمعارضة والموالاة في 15 يناير في سنة 2014، وبعد ذلك توقف هذا اللقاء من أجل أن يستأنف مع وزير الديوان بطريقة لقاءات ثنائية بين المعارضة، ولم تجري هذه اللقاءات حتى في هذه اللحظة. من لقاء ولي العهد إلى هذه اللحظة تم التواصل بطريقة يعني وأخرى مع الوفاق من أجل إيجاد تواصل مع ولي العهد، مع فريق يعني ممثل ولي العهد وممثل النظام بشكل عام وليس فقط ممثل ولي العهد، وأنه يتكلم باسم الديوان الملكي ويتكلم، ولكن لم ينتج هذا التواصل، لم يكن هناك حوار، لم توضع أجندة، قدمنا في هذا التواصل بعض الأوراق من أجل أن ننشط هذا التواصل، ولكن لم يأتي أي ورقة رسمية من الجانب الرسمي ولا حتى ورقة غير رسمية، وتم الاقتصار على أحاديث شفهية، وبالتالي لم يوصل هذا التواصل إلى إنشاء طاولة حوار، فضلا عن الدخول في حوار لعقد توافقات وكومبرومايز كما يعني لا حقيقة يعني ال3 ستات دي في هذه اللقاءات تطرح ومن غير هذه اللقاءات يعني طرح هذا الموضوع طرح في أكثر من مرة، وطرح على لسان مسؤولين مختلفين، وتم التعبير عنه في مرة أنها 8 وليست في 8 وزراء و4 من العائلة، وتم الحديث عن أن العائلة تأخذ الوزارات السيادية. هكذا بعض الأحاديث الشفهية اللي دارت في هذا. وهل ترى أن المخصصة الطائفية شيخ علي أنسب للوضع؟ لذا نحن لم نذهب في هذا النوع من الأفكار، نحن نذهب في أفكار أخرى، نذهب في أفكار الديمقراطية التوافقية المشاركة، يعني نجري انتخابات على أساس المواطنة المتساوية بين أبناء البحرين جميعا، بغض النظر عن دينهم، معتقدهم، طائفتهم، تواجههم السياسي وشمالهم،
ولذا احنا في تقديرنا من الانسب ان نذهب الى البحرين دائره واحده والتنفيذ النسبي لها، وبالتالي نغير فكره المحاصصه وما شابه ذلك. اذا هذا راح يمكن ان ينتج اغلبيه معارضه من خلال هذه القوى المتحالفه الان المعارضه، ممكن ان ينتج اغلبيه منتخبه. النظام يقول انا اخاف بان هذه الاغلبيه المعارضه انا مش موافق ان اسلمها السلطه، يقول لي اوكي لنذهب إلى صيغ في اتخاذ القرار لا تسمح لهذه الأغلبية المعارضة باتخاذ القرار، وإنما يحدث اشتراك في اتخاذ هذا القرار، كأن نطلب نسب تصويت 2% أو 60% أو غيرها، وبالتالي المعارضة هنا تقدم تنازل من أجل إيجاد الحل. إجراء انتخابات على أساس المواطنة المتساوية في الصوت الانتخابي، والذهاب إلى صيغ تضمن أن لا تنفرد المعارضة باتخاذ القرار التشريعي أو القرار التنفيذي. أعتقد أن هذه صيغة مشاركة واقعية لا تخلق عملية استفراد بالقرار من هذا الطرف، ولا تخلق تمييز ولا تهميش، ولكن النظام باختصار يرفض ذلك ويصر على صيغة واحدة، أن الأسرة يجب أن تحكم البحرين بعيد عن إرادة شعب البحرين سنة الشيء. وهذا الأمر ما عاد مقبول في هذا الزمن، ولذا لما تسأل ماذا تريدون حتى تشاركوا في الانتخاب، نريد أن يشترك شعب البحرين بشكل حقيقي في اتخاذ القرار التشريعي والقرار التنفيذي، ولا يفرض عليه القرار التشريعي والتنفيذي ويكون هو مجرد شكل صورة. أنت تنتخب الآن، تروح الانتخابات تنتخب 40 شخص وتفوز المعارضة ب 64% من أصوات الفائزين مثلا، ولكنها لا تستطيع أن تغير قانون، ولا المعارضة والموالاة يستطيعون. احنا اتفقنا احنا والموالاة على بعض الأمور في مجلس النواب، ما نستطيع أن نمررها لأن مجلس الشورى يوقف القرار، انتهى الموضوع. احنا والمعارضة اتفقنا على أن احنا نحتاج أن نستفسر من رئيس الوزراء عن شيء معين، رفض رئيس الوزراء أن يجي مجلس النواب حتى يقدم استفسارات إلينا عن موضوع قاعدة الغلاء وعن مواضيع رفع الدعم عن الكذا، بعض القضايا الاقتصادية والمعيشية. لا نتفق كنا كبحرينيين على ضرورة تحسينها إلى المواطن البحريني. يرفض الوزراء يأتون إلى المجلس، يرفض رئيس الوزراء يجي إلى المجلس، وبالتالي ليست هناك لا سلطة تشريعية حقيقية تفرز الانتخابات، ولا سلطة رقابية حقيقية، ولا سلطة تنفيذية. بالتالي على ماذا يشترك شعب البحرين؟ لماذا نشترك شعب البحرين؟ تقول لا والأمور بالتدريج بس جربوا، نقول جربنا يعني. جربنا من 2002، جربنا في 2006 و2010، وهذه التجربة كانت تقود إلى مزيد من المشاكل لأن بلا صلاحيات، مجلس بلا صلاحيات حقيقية، القرار ماله مش موجود في قاعة المجلس، موجود في الديوان الملكي، لا قيمة له. لكن أنا قريت شيخ علي قبل انتخابات 2010 حوالي 40 مبرر حطته الوفاق للاشتراك في انتخابات 2010، فماذا تغير؟ يعني لماذا تغيرت نظرة الوفاق لمجلس النواب من بعد 2011؟ العملية الانتخابية والاشتراك في مجلس النواب ومحاولة اسمه تترك بعض التحولات الإيجابية ولكنها جزئية. يعني استطاعت المعارضة وغير المعارضة أن تزيد مستوى الدخل، يعني حققت زيادة بنسبة محدودة من 15%. الناس تعرف الغلاء يسحب هذه الزيادة. استطاعت أن تضغط على بعض المشاريع الإسكانية، أن تسرع بعض المشاريع الإسكانية، لكن هذا لم يغير من أداء الدولة الشيء الكثير. فبقى أداء الدولة يتميز بالفساد الإداري والمالي، ما استطاع أن يوقف ذلك. بقى مشاريع مثل التمييز والتجنيس سارية بشكل يعني اعتيادي ولم نستطع أن نوقف ذلك. بقى سرقة المال العام والأراضي والكذا لم نستطع أن نوقف ذلك. ولا استطعنا أن نغير القوانين لأن صناعة القوانين موجودة عند المجلس المعين، ولا استطعنا أن نحاسب الدولة والحكومة لأن المحاسبة حقيقة ممنوعة. يعني حتى تحاسب وزير تحتاج ثلثي مجلس النواب، يعني أنت تحصل الوزير أمام عملية الاستجواب حقيقة، لأنه لن تحصل على ثلثي مجلس النواب بطريقة سهلة. فعندما تذكر أن هناك بعض الإيجابيات هذا لا ينفي أن هناك ظاهرة أكبر من السلبيات. الآن ما الذي حدث وتغير أكثر؟ حدث أن شعب البحرين قال لم أعد أقتنع بهذه الحدود الدنيا، ويجب أن أعطى صلاحيات حقيقية أسوة بالشعب المصري وبالشعب التونسي وبالشعب الليبي وبالشعب السوري وبالشعب الكذا. هذا ما يعرف بما حدث من انتفاضات وثورات في عمان الربيع العربي. فهنا متغيرات جديدة أيضا دخلت على واقع الحالة السياسية، بحيث أصبح
يعني السياسة ما هي؟ السياسة هي أفراد، ناس، شعب، مجتمع. هذا الشعب المجتمع إلى متطلبات تتطور مع الزمن. فما حدث من بعد بوزيزي ومن بعد تونس أصبحت هناك متطلبات أكثر إلى الشعوب بأنها تدير وتشارك في شؤونها، وما عاد يمكن أن تتلقى الأمر. يعني نقدر نقول بعد ما سمعنا عليك ان في قرار نهائي بعدم المشاركه في الانتخابات. هذا قرار الجمعيات السياسية بدون إصلاح حقيقي يمكن شعب البحرين من أن يدخل انتخابات أولا تقوم على أساس المواطنة والمساواة وليس على أساس التمييز والتقسيم الطائفي، وتفرز مجلس إلى حق التشريع. يعني لا تلعب عليه، لا تقول لي إيه انتخب 40 و40 ساعينهم يقول لي انت لك ما عندي حق التشريع. ومجلس يشكل هذه الحكومة على الأقل النموذج المغربي، على الأقل النموذج المغربي الملك له صلاحيات، ولكن الحكومة تشكل بالأغلبية البرلمانية، تشكل عبر يعني تكليف الحزب الفائز أو التكتل الفائز. يعني نشعر الناس أن لا قيمة إلى أن أصوت. بالمختصر في الوقت الحالي أنت لا قيمة إلى ذهابك إلى صندوق الاقتراع، عمليا واقعيا لا قيمة لها. يعني يقول أنت صوت، رشح من ترشح، هذا اللي ترشحه ما يقدر يشرع. أنا أقدر أطلع مرسوم بقانون وينتهي الموضوع. أنا أقدر أطلع قانون، أقدر أوقف أي قانون تريد، أقدر أمشي أي قانون تريد. شو قيمتك أنت بتروح تصوت؟ إذا أردت بالواقع ببساطة في إهانة إلى شعب البحرين. عندما تقول له روح انتخب وإلي بأصوات، بس هي ما لها قيمة واقعية. يعني نقول انه اذا لم تحدث بعض الاصلاحات الفتره اللي جايه لن تشارك الوفاق ولا لن يستطيع احد ان يشارك، لن تشارك الوفاق ولا المعارضه، ولا يستطيع احد ان يشارك، ولا احد يستطيع ان يدعي ان هناك انتخابات ذات قيمه حقيقيه، لا في داخل البحرين ولا خارجه. طيب شيخ علي، لو هنقول 1 2 3 للخروج من الازمه بتاعت البحر، ما هي الامور 1 2 3 اللي تاخذها الدوله تقنع بها المعارضه لدخول الانتخابات؟ إذا كان 1 2 3، الأول أن تلغي الدولة نظام التمييز ونظام شو اسمه وتعامل المواطنين معاملة واحدة، وهذا حق إنساني تجاوزته البشرية من زمان، وعلينا أن لا نمارس خلاف ذلك. ولكن مفهوم عام، يعني كيف نحدد المساواة في الحقوق السياسية، المساواة في الصوت والانتخاب، في إجراء انتخابات. أيوة. النقطة الثانية انتخاب مجلس يتولى العملية التشريعية والرقابية بدون أن يكون هناك فيتو إلى المجلس المعين. النقطة الثالثة يجب أن تكون هذه الحكومة ممثلة إلى إرادة الناس منتخبة منهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. النقطة الرابعة لابد من إطلاق كافة سراح المعتقلين السياسيين وإجراء المصالحة الوطنية الحقيقية للدخول في عملية سياسية جديدة على هذه الأسس الثلاثة التي ذكرت، ومن ضمن هذه المصالحة التطبيق الحقيقي والكامل إلى تنفيذ توصيات السيد باسيوني وتوصيات جنيف. هذه خارطة الطريق مختصرة بإمكاننا أن نعملها خلال أسبوع إذا أردنا مصلحة البحرين وإذا كنا جادين وننتمي إلى سنة 2014. طيب لو فرضنا يعني دعنا نفترض إنه سيناريو 8-8-4 اللي حضرتك طرحته أو اللي طرح من خلال بعض الأطراف، فإيه الوزارات اللي الوفاق هتكون حريصة منها؟ هذا لم يبحث في الوفاق، لأن فكرة المبدأ هي لم تقر. فكرة المبدأ أولا لم تقر، والحديث ليس عن الوفاق، الحديث عن المعارضة. هذا يجب أن يدرس مع المعارضة، أي خيارات تتخذ يجب أن تدرس مع المعارضة. طيب لو جينا للمحور اللي ظهر على الساحة الفترة اللي فاتت، وهو بعض التصريحات العدائية اللي فيها اشتم منها رائحة طائفية، ما رأيك؟ هل الموضوع ظاهرة أم إنه مجرد مصادفة، يعني خروج بعض هذه التصريحات الفترة الأخيرة؟ هذه التصريحات لم تظهر في الفترة الأخيرة فقط، كانت موجودة قبل 11 فبراير 2011 وكانت مستمرة، وهي تصدر من موقع
مواقع قريبة من النظام في الصحف المحسوبة قريبة من النظام تمولها يعني شخصيات رئيسية في النظام، وتصدر من منابر محسوبة على النظام. المنابر الأخرى المعارضة لم تتعرض إلى الطوائف أبدا في يوم من الأيام، كان خطابها ولا زال خطاب يقوم على أساس احترام الأديان واحترام الطوائف وعدم الزج بالحروب الطائفي في العراق السياسي، وهذا ما حفظ البحرين أن تندفع إلى معارك طائفية أو انزلاقات طائفية حتى هذه اللحظة. وستستمر المعارضة أمينة إلى الوحدة الوطنية والعيش المشترك وعدم الدخول في هذه المنزلقات الطوائفية. ولكن بعض الأطراف في النظام لديها معركة اسمها الحفاظ على المصالح القائمة والكرسي الذي يجلسون عليه، ولو أدى ذلك إلى إشعال حرب طائفية في البحرين. لذا نعتقد بأن هذه بعض الجهات المدفوعة الثمن إلى محاولة إشغال المجتمع البحريني عن المساق السياسي والمطالب السياسية بصراعات طائفية مدنية. لكن ألا ترى معي خطورة لهذه التصريحات على الشارع الشيعي أصلا؟ هي خطيرة جدا، ولكن يعني أنا آخر تغريدة علقت فيها البارحة عن هذا الموضوع، لن نسكت عن إهانة مذهبنا، فهذا لا يجوز لنا السكوت عنه، ولكننا لن نفرط في الوحدة الوطنية، ولن نخرج عن الإطار السلمي، ولن نفارق ضبط النفس في ردات الفعل، بحيث لا نريد أن نشجع هذه الأقلام ومن يقف خلفها، بحيث نحاول أن نوقفها بطريقة عاقلة حضارية سلمية، ولكن لن نندفع إلى حرب طائفية، لن نندفع إلى سجالات طائفية، لن نندفع إلى عنف في قبل معالجة هذه الأمور. هذا الأسلوب الذي اعتمدناه قبل 14 فبراير واعتمدنا بعد 14 فبراير، وإلى حد الآن ينجح بدرجة كبيرة جدا، ينجح بدرجة كبيرة. أنا أقول لك أن في طرفين لا نستطيع أن نوقف الأقلام، لأن لا القضاء يعيننا في هذا الموضوع، وقدمنا عدد من الشكاوي لم تلتقي بصدى ولا هل الفترة الأخيرة تم تقديم بلاغات؟ التوجه أن يقدم بلاغ على يعني السيد عادل الفليفل، ويقدم بلاغ على السيد العادل، لم يقدم ولكن لم يقدم رسميا، ولكن في توجه إلى تقديم بلاغات بهذا الاتجاه. وأنا صراحة خاطبت الجهات المسؤولة كنصيحة، يجب عليكم اتخاذ إجراء سريع كمسؤولين وعدم انتظار أحد أن يقوم بشيء. يعني نحن نرفض أن يتهجم أحد على صحابة رسول الله أو زوجات رسول الله ونحرم ذلك. نرفض أن يتهجم أحد على معتقدات المسيحيين أو معتقدات اليهود أو معتقدات البوذيين الذين يعيشون في البحر أو معتقدات أهل السنة أو معتقدات أي إنسان له معتقد. ويجب إيقاف أي أحد يتحدث بهذا الاتجاه، لأن يعني هذا منزلق ليس فيه ربح، هو خسارة مطلقة، هي حالة من الخسارة. أنا عايز أسألك برضو شيخ علي عن كيف رأيت تغريدات وزير خارجية البحرين في هذه لإدانته للتصريحات وللكتابات المقال الصحفي؟ أنا اللي حدود ما قرأته وأتذكر أنه تحدث عن أن السيد عادل الفليفل لا يمثلني، وهذا موقف جيد من وزير الداخلية، ولكن كدولة مطلوب من عندها ليس فقط ما يمثلني. كشخص هذا شيء جميل. وأيضا تكلم عن أمر آخر، عن المقال في جريدة ما أعرف شو قال تغريدته. هو نصح على موضوع الصحافة أنها تتجنب هذه الأقلام الطائفية، وهذه أيضا دعوة إيجابية وشيء إيجابي. إذا بتحكمك كفرد فهذا تغريد إيجابي شو اسمه. كوزير خارجية يقول لك أنا مش دوري، لا كعضو في مجلس الوزراء عليك أن تقول للدولة يجب أن نوقف هؤلاء الناس. هذا ما يجب بالنسبة إلى دوره كعضو في مجلس الوزراء. ممكن أن يمارسها من غير أن يسوي تويت، ولكن في حدود التويت هو أمر إيجابي. أنا عندي بعض القضايا السريعة يعني فيها نوع من أنواع لو حدث أن حلت المحاكم البحرينية جمعية الوفاق الإسلامي، أخشى ما أخشى على البحرين، لأنه بفقدها إلى مثل جمعية وعد وجمعية الوفاق
التي عملت على وجود معارضة سياسية، معارضة سياسية واضحة وعلنية ومتمسكة بحقوقها وتدعو إلى الديمقراطية بشكل حقيقي، ولكنها تمسكت بالإطار السلمي فأخشى على الإطار السلمي، وتمسكت بفكرة الإصلاح فأخشى على فكرة الإصلاح، وتمسكت بالسعي إلى إيجاد حلول حقيقية تحقق الاستقرار الدائم للبحرين. كل هذا أخشى عليه من أنه إذا فقدنا مثل هذه الطروحات أن تكون الأطروحات السورية والأطروحات العراقية والأطروحات اليمنية هي سيدة الموت. هذا أخشى ما أخشى عليه. أنا لست في خشية على الوفاق متجذرة في كل بيت، والحراك الشعبي المطلبي سيستمر بلا أدنى إشكال، ليس هناك أدنى شك في ذلك، وسيصل صوت شعب البحرين إلى العالم كله بأن هناك شعب يطالب بالحرية والديمقراطية. ولكن هذه خشيتي الكبيرة، لأن الوفاق بلسان أعدائها قبل أصدقائها كانت صماما طول تاريخها إلى أن لا يندفع البحرين إلى صراع طائفي، وأن نحافظ فيه على السلم الأهلي والحياة المشتركة، وأن نحافظ على سلمية التحرك. ماذا لو أعلن الاتحاد الخليجي فجأة؟ أنا لا أستطيع أن أتكلم على لسان الدول، ولكنني أعرف بأن هناك غالبية في مجموع الست الذين يعتقدون بأن فكرة الاتحاد فكرة سابقة إلى أوان. أعلن عنها العماني ولذلك نستطيع أن نشير إلى ذلك، ولكن أيضا دول أخرى أعلنت عن ذلك في اللقاءات الخاصة ولدينا معلومات بهذا الاتجاه. الفكرة الثانية، نحن لسنا ضد أي تطوير إلى مجلس التعاون أو الجامعة العربية أو منظمة المؤتمر الإسلامي لتتحول إلى صيغ تعاونية أكثر تكاملية، ولكن يجب أن تكون هذه منطلقة من إرادة شعوب مجلس التعاون، ومنطلقة من إرادة شعوب الجامعة العربية مجلس الجامعة العربية، ومنطلقة من إرادة الشعوب الإسلامية. بمعنى يجب أن يكون القرار في هذه الاتحادات أو تطوير أشكال إلى الشعب السعودي، إلى الشعب البحريني، إلى الشعب القطري، إلى الشعب المصري، إلى الشعب التونسي. كفانا فشل في عقد مجلس التعاون العربي وانهياره، ومجلس الاتحاد المغربي وانهياره، وجامعة عربية معقدة ومعطلة مدة 50 سنة. يجب أن ننطلق بإرادة شعوبنا في صيغة سبقتنا إليها الاتحاد الأوروبي. بنعمل الاتحاد الأوروبي على الشعب البريطاني المصوب، على الشعب الهولندي المصوب، على الشعب الفلاني المصوب. وإذا نتجت هذه الاتحادات أو هذه التكاملات أو هذا التعاون من إرادة شعبية سيجد طريقة إلى النجاح. أما إذا فرض فرضا فهو قد لا يخدم الشعوب بقدر ما يضرها. يعني لو كنا أكثر تحديدا وأعلن الاتحاد ما بين دولتين أو ثلاثة بس. إذا ما نتحدث عن يعني أنا باخذ ليه عايز آخذ رد الفعل؟ المعيار من موقفنا هو هذا حق الشعوب وليس حق الحكومات مفردة. إذا تم استفتاء شعوب هذه المنطقة فنحن معها، إذا لم يتم فنحن لسنا مع أي شيء يفعل على الشعوب. عايز أخذ تعليقك عن بعض التسريبات طلعت الفترة الأخيرة تتكلم عن ما يسمى تيار الوفاق الحر. في عندك أي معلومات؟ تيار الوفاق الحر ليس لدي معلومات. يعني المفروض الإعلام يتابع ويخبرني حتى ما أخذ الرسالة لأن لم أسمع بذلك. لا بعض المصادر قالت لي لم أسمع بذلك، ولكني أؤمن بالحرية. الوفاق جمعية مفتوحة وحرة، ليس هناك من أدنى درجات الضغط على أحد للانتماء إليها. كل شخص حر في أن يخرج من الوفاق وقت ما يشاء ويشكل أي تيار يريد ويتخذ أي موقف سياسي يريد. الحرية عندي مقدسة إلى كل الأفراد في كل المكانات، وهو أمر دائم لا تراجع ولا استثناءات له. الأمين العام لجمعية الوفاق الإسلامية سعدت بلقائه. لو عند حضرتك أي كلمة أخيرة تحب توجهها للشعب البحريني أو للدولة في البحرين؟ بما أن يعني أنا بحريني وأنت مصري، فأتمنى أن أجد مصر ديمقراطية حرة مستقرة تمثل إرادة هذا الشعب المصري العظيم.
كما أتمنى للبحرين أن تكون دولة ديمقراطية حرة تمثل إرادة شعب البحرين الصغير والعظيم، وأن نلتقي في أجواء من الديمقراطية والحرية والكرامة الإنسانية والدولة المدنية الحديثة العاقلة التي يستطيع شعوبنا المصري والبحريني أن يتمتعون فيها بإنسانية. شكرا شيخ علي. شكرا.